اهلا بيكم. ايه هي نفقة المتعة وازاي بتتحسب وايه هي الحالات اللي بتسقط فيها نفقة المتعة والزوجة ما بيبقاش ليها حق فيها؟ اول حاجة، نفقة المتعة هي عبارة عن تعويض. هي في الحقيقة مش نفقة لانها مش حاجة مستمرة، لكن هي تعويض بيؤخذ مرة واحدة للزوجة نتيجة للضرر اللي بتصاب بيه من جراء طلاقها دون رغبتها او دون ارادتها. يعني الاصل في نفقة المتعة ان هي بتكون نتيجة او تعويض للطلاق من قبل الزوج. طيب ازاي بتقدر نفقة المتعة؟ نفقة المتعة بتقدر بحد ادنى 24 شهر. طيب ال 24 شهر دول بيتحسبوا ازاي؟ ال 24 شهر دول بيتحسبوا على اساس اذا كانت الزوجة بتاخد نفقة زوجية على اساس 24 شهر من النفقة الزوجية اللي بتتحسب لها. طيب لو ما كانتش بتاخد نفقة زوجية يبقى القاضي ساعتها بيشوف مصروفاتها الشهرية كانت قد ايه وبيديها 24 شهر من قيمة المصروف اللي هي كانت بتاخده تقريبا. طيب ممكن تبقى اقل من كده؟ لا، ده الحد الادنى، لكن ممكن تبقى اكتر من كده. هي بتختلف المحكمة يعني على التقدير على حسب فترة الزواج اللي الزوجة قضتها كام سنة، مدى الضرر اللي اصابها او وقع عليها نتيجة طلاقها المفاجئ بدون سبب منها. طيب ايه هي بقى الحالات اللي ممكن تنتهي فيها نفقة المتعة او تسقط فيها نفقة المتعة؟ عندنا مجموعة اسباب كده. اول حاجة طبعا بتبقى الخلع. الخلع بيبقى تنازل عن جميع الحقوق اللي ضمنها طبعا نفقة المتعة، لان في الحالة دي هي بتبقى هي اللي عايزة تتطلق. الحاجة التانية الطلاق للشقاق اذا ثبت انه سبب الشقاق من قبل الزوجة، يعني مش من قبل الزوج. يعني هي دخلت في انذار الطاعة وقالت في خلافات مستحكمة وانا عايزة طلاق للشقاق. في الحالة دي بيبقى لو السبب منها هي، في الحالة دي ما بتستحقش نفقة متعة. كمان في حالة انه فسخ عقد الزواج بحكم قضائي، الزوج اكتشف انه في عيب معين في الزوجة وما كانش يعلم بيه وتقدم للمحكمة بطلب فسخ وبناء عليه المحكمة حكمت بالفسخ. في الحالة دي الزوجة ما بتستحقش اي نفقة متعة. دي الحالات اللي بيبقى فيها سقوط لنفقة المتعة. حالة اخيرة كمان هي حالة الطلاق على الابراء. لو هي اتفقت مع جوزها على الانفصال وقدمت له ابراء، في الحالة دي برضو ما بتستحقش نفقة متعة. نفقة المتعة نفقة بترضي الست وبتعوضها وبتساعدها تعيش الفترة الجديدة من عمرها لغاية ما تستقر. فولو لايك، استنوني في معلومة قانونية جديدة.